عهدك الليلة تنادي وجده. لا تقصر عيني، لا تقصر يا مستمع، لا تقصر حبيبي. من أول ليلة أريد أشوف دمعك جاري على الحسين. مع اللاطمين تنادي وجده وحسينا. السلام على الشيب الخضير. السلام على الخد. السلام على البدن السليم. وين الشباب؟ السلام على الثغر المقروء بالقضية. إمام يقرأ، الإمام صاحب الزمان. أم عندك شيء أفجع مولاي تبكين؟ هي عندي. ما تقول السلام على الدماء السائلة. السلام على الأجساد المضرجة. السلام على الأنفس المصطلمة. صوت واحد، صوت واحد. السلام على الرؤوس المشالات. الأعظم من هذا، الأعظم من هذا شنو؟ السلام على النساء المسجد. اي والله مسبيات. السلام على من بعد العز مدللا. السلام على الحسين. يلا عيني شيل ايدك وصيح. يلا عيني، هذا السلام عن الامام الباقر. ها السلام على الحسين. عافية عافية. وعلى علي. وانا اجيب مثلكم وين؟ وعلى اولادي وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا، اي والله يا ليتنا من قلبنا نقولها، كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اخترت أن أقرأ هذه الأبيات عن عمد أول ليلة، عن عمد، لأنها معروفة وراح تساعدني. أيانا عيان إن جئت طيبة مقبلة. تحفظ؟ فعرج على مكسورة الضلع أو وحدث بما فت الفؤاد مفصل. يلا زلزل الماتم. فاطمة لا هلا بي هلا بي. وقد مات شانا بشاط فراتي. قضى ظامئا ما ذاق للماء برده. عطشان ابو علي بحر غجير تصغر الشمس خده. فوالله يوما لو تقيمين بعده. وين اللي بيقرأ؟ إذا لا
وأجريت دمع العين في الوجنات لك الأجر في بيضات حجرك تحجبي عقيب السبا سارت على كور منقبي وكم لك من نجم هوى إثر كوكبي يا فاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماء يا بأرض فلا نقول يا زهرة ينشال حزن فاطم صعب في يوم ينشال او صعب راس الحسين برموح ينشال عسى كف لطمها يكون ينشال نفس الجب خذت زينب سبيه هيا نفس الكب خذت زينب سبيه. ايش رايكم اخلي الحسين يقرا لكم وانتوا تجاوبوا حسين حسين يا حسين والماتم يتزلزل الرجال والنساء. اكثر اسم يذكر هالليالي بعد ذكر رسول الله هو اسم الحسين في الملأ الاعلى في كل مكان في شيعة اسم الحسين في كل مكان فاريد ينبعث من ماتمكم اسم الحسين بصرخة وعويل. الامام الحسين شي يقول ما من احد الا انصاب قبل بالفجيعة حسين حسين عافية حسين يا لكن مصابي ما جرى مثله يشيع. شلون شفتوا ابو ذبحه وعلى صدره حسين عافية عطشان ضامي ما شرب قطرة المية بعد قول ابو علي يقول يا شيعتي تدرون بالصار وجرابي ضليت انا مطروح مجرد من ثيابي ضامي حزن احرب سيف ابن الضباب حسين عافية حسين يا والله ما راقب المختار زينب والزكية يمكن هالبيتين ما اثروا عليك ما خلوك تبكي. ايش تقرا لنا اكثر؟ هذا البيت راح ياثر علينا ابو علي حتما راح ياثر. سووا بعد من بعد ذبحي قطع جفوفي الجمة حسين جفوف السخية كم فدت مسكين بالمال يا شيعتي جبريل قبلها وميكال يا ويلك الجمال قطع من سوية. يا مولانا يا عزيزنا ترى الخطباء اول ليلة يذكروا الزهرة اشوفك ناسي. لا ما ناسي مو قريت افاطم لو خلت الحسين اقرا لنا حاضر وينك يا زهراء. يسألوا الناس الزهرة تحضر المجالس شلون في بوري في البحرين في القطيف في اوروبا روح جلجل تحضر في كل مكان. وين انت تقول اني في الماتم وندوم على مصيبتك وانعاك كل يوم يا ابني يا ثمر قلبي يا مظلوم يا مظلوم يا الرحت ومن الماي محروم يا الرحت. 3 ومن الماء. 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 3 وم
قلوبكم تصيح مكان الثاني يا شيعة بصحن زينب تلاقوني. شلون هالكلمات؟ المكان الثاني يا شيعة بصحن زينب تلاقوني، ومن كثر اللطم والنوح يمكن ما تعرفوني. تقول ايده وضع على ضلعي وايده وضع على عيني، محمية ظهر امشي واصيح حسين يا مظلوم، محمية ظهر امشي واصيح حسين يا مظلوم. تقول ما واحد تعناها ولا حجة واساها، وصلت لها انا بنوحي وصرت الطم صدر وياها، بس وصلت للمشهد شفت عباس وياها، والله بس وصلت للمشهد شفت عباس وياها. اي والله لفاها من ارض الجفوف بس جفوف ما عنده، والله لفاها من ارض الجفوف بس جفوف ما عنده. يلا ابيات الختامية، يلا ادواركم اهل البحرين، يلا ساعدوني بس بيتين وابدا الحديث. يقول انزعوا الزنا يا شيعة وبدلوها بالسواء، جتكم ايام المحرم استعدوا للحداد، فاطمة الزهرة تنادي من هو يسمع صرختي، من يهل شهر المحرم ما تمالك دمعتي، ادخلاني بالمعاتي من يعزو عترتي، كلماتكم اجيها حتى لو بر البلاد، نقول يلتم شملنا شلون بعد حسين. جاوبني إلك هذا الختام، والله يلتم شملنا شلون بعد حسين، يلتم ما ظن جرح قطع الراس، يلتم يقول حسين، صعب هذا البيت صعب، يقول برد الخيل جسمي شلون يلتم، وانا حافر حصان انكسر بي، والله وانا حافر حصان انكسر. هلا بي إنا لله لا جفت دموع وإنا إليه راجعون. روي عن نبينا صلى الله عليه وآله قوله: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تخمد إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر: لا تبرد أبدا. وحديث آخر:
عن إمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام قوله: أنا قتيل العبرة ما ذكرت عند مؤمن ولا مؤمنة إلا وهم لمصابي، لشفاء المرضى وفكاك الأسرى وقضاء الحوائج وتعجيل فرج آل محمد. ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. أحسنت، شكرا. لماذا هذا البكاء؟ لماذا نقيم عاشوراء الحسين؟ ولماذا أنتم الشيعة دون غيركم فقط تجلسون تندبون تلطمون تصرفون الأموال الطائلة على مضيف وعلى ماتم وعلى تنظيم وعلى سماعات؟ أوليس أولى أن تدفعوا الأموال إلى بناء مستشفيات وإلى علاج الأمراض وإلى التبرع بالدم وإلى بناء بيوت للفقراء؟ أوليس هذه الأموال هدر؟ فلماذا؟ أوليس هذا تخلف أن تقيموا مأتما تبكون فيه على مصيبة جرى عليها ومضى 1377 سنة تقريبا، زمن طويل، بينما كوارث ومصائب في الدنيا جرت من براكين، من زلازل، من قتل، من نهب، من اعتداء على المحرمات، من أمور كثيرة، ولكنها مضت تذكر عام عامين فتنسى، بينما مصاب الحسين يتجدد وكأنه وقع العام. صح ولا لا؟ الآن أنا قرأت بعض الأبيات المتواضعة، بكيتم، بعض بكى البعض ما بكى، لأن القارئ لا شيء، ولكن تتفاعل مع ذكر الحسين وكأنك تسمع المصيبة لأول وهلة ولأول مرة. فما هو السر في ذلك؟ نقول في جواب ذلك إخواني، لأن كثير من الناس يقولوا بأن الشيعة ابتدعوا في الدين ما ليس فيه، لم يفعل ذلك السلف الصالح أن أقاموا مأتما على الحسين وبكوا على الحسين. الجواب على ذلك ليس في نعم أو لا، وليس في جملة واحدة، وليس في بعض السطور. الجواب على ذلك هو جواب على من تعدى على مقام الإمامة والوصاية لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أين يأخذ تاريخه وثقافته وعقيدته؟ ممن تأخذ أنت العقيدة وتأخذ العلم والمعرفة؟ تأخذها من فلان فلان فلان. نحن أول جواب لنا فلنرجع ممن نأخذ عقيدتنا، وأنت ممن تأخذ عقيدتك، فأي العقيدتين أصح؟ نحن عشنا أيام إخواني ولم تكن من باب الصدفة أن ينتهي العام بعيد الولاية. شنو عيد الولاية؟ عيد الله الأكبر، عيد الغدير، عيد آل محمد. هل كان ذاك اليوم للشيعة؟ لا أبدا، حضره 120,000 من مصر، من العراق، من اليمن، من الحجاز، وخطبة طويلة. نحن لا نقرأ الخطبة ونحن مقصرون، لأن خطبة النبي أكثر من ساعة وقف على أحداج الإبل يخطب فيهم، بيّن فضل أمير المؤمنين في 5 أوراق إذا تقراها في الإنترنت. مقام أمير المؤمنين، ثم مقامات أهل البيت. اللي ما يعرف أهل البيت يعرفهم رسول الله، من هم الخلفاء، من هم الأوصياء، وذكر الحسن وذكر الحسين على مرأى ومسمع من الناس. ثم ذكر فضل أهل بيت وذكر الإمام المهدي
اقرأوا خطبة الغدير، أنا حديثي مو عن الغدير، استشهاد. وذكر الأئمة ومن يتبعهم هو الذي يمشي على طريق الحق، ومن ينزوي عن طريقهم فهو على طريق الباطل. وذكر أئمة النار ومن سيكذب قوله في أهل بيته. وفعلا في مراحل كثيرة وأحاديث متعددة بين فضلهم ومقاماتهم، وأيضا بالتحديد ركز على الحسين. الحديث له 10، ركز على الحسين. ركز على علي صحيح، حديثنا مو عن الإمام علي، ركز على الزهراء، على الحسن، الحسين. شلون ركز على الحسين؟ بما فعل ورأوا منه شخصيا يوم مولد، يوم فرح وسرور أو لا. يوم مولد لما يجي لك مولود مثل الحسين فرح وسرور، أولم يكن ذلك اليوم يوم عزاء ومصيبة؟ ومن الفاعل ذلك؟ الذي لا ينطق عن الهوى ولا يسأل لماذا فعل ذلك، لأنه علم من الله، فينصب مأتم على الحسين يوم ولادته. صح ولا لا؟ نعم. قبل النبي الأنبياء، ما نريد نمر بالتاريخ، نوح في السفينة، إبراهيم يوم مر بكربلاء وتعثر فرسه، باقي الأنبياء، الإمام أمير المؤمنين، رسول الله، كلهم ذكروا الحسين. يوم من الأيام من أجل أن يجعل من قضية الحسين قضية عالمية، حديث النبي لا ينسى. وهذا منقول إخواني للسنة والشيعة، عند السنة قبل الشيعة، وذكر المصادر علماء الموجودة. أم سلمة ترى النبي يلاعب الحسين ويبكي ودموعه على خديه، فسألت لماذا تبكي؟ والولد سالم ما بيشي. فقال هذا جبرائيل يخبرني بأنه يقتل في أرض كرب وبلاء. الحسين يقتل، هذا المقام ابنك حفيدك سبطك، من يقتله؟ تقتله الفئة الباغية من أمتي، لا أنالهم الله شفاعتي. فيعطيها تراب جاب جبرائيل من كربلاء. شوف ذاك الحدث عند السنة مذكور. فتصيره في قارورة، معروف الخبر، معروف، احنا قاعدين نتذاكر. فقال هذا تراب من كربلاء، احفظيه، فإن رأيتيه انقلب دما عبيطا فاعلمي بأن ولدي الحسين قد قتل. أنس بن كاهل الحارثي، تاريخ هذا من أصحاب النبي الخلص، شاف النبي وفي حضنه الحسين ويلاعبه ويقبله، فقال يا أنس ستدرك أيام هذا في أيام كربلاء، فإذا أدركته فانصره. هذه وصية مني. أنس بن كاهل الحارثي من هذا اللي تقرأوه في المقتل. الحسين بكى يوم برز الشيخ، 90 سنة عمره وأكثر، رابط حاجبيه، لحيته تدلت على صدره، وجاء يبرز يقاتل، فجرت عيون الحسين. قال شكر الله لك يا شيخ دفاعك عن حرمة رسول الله. ومع ابن عباس ومع أصحابه في كل لحظة يبين مقام الحسين. هذا ما ينقل في كتب السنة والشيعة، لا، فلماذا لا يعترض على رسول الله؟ هذا أولا. ثانيا، هذه التساؤلات جيدة إخواني، جيدة، إننا نسأل كل عام، نسأل. أنتم تأتون ببدع، ماذا تعني البدعة؟ البدعة أن تأتي في الدين ما ليس فيه. بدعة، أكو بدع كثيرة غير نخترعها، ما حد يحكي. أما إقامة المآتم بدعة، شلون جايبين أنتم اجتماع وخطيب يقرأ وناس تستمع وناس تبكي؟ مو قلنا في جواب السؤال نرجع لمن نتولاهم، لمن هم أئمتنا، لمن نقتفي آثارهم ونمشي على سيرتهم، فإن فعلوا شيئا وأمرونا سمعنا وأطعنا، لأنهم قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، ولا تتقدموا عليهم
فتهلكوا ولا تتأخروا عنهم فتغرقوا. من هم؟ هم أهل بيتي وخاصتي وحامتي. هم من؟ هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. بارك الله فيك. أو تظنوا أيها المسلمون بأن أهل البيت يأتوا بشيء بدعة في الدين؟ يأتون بشيء ليس في الدين؟ لا، ما يفعله أهل البيت هو الحق بصريح أحاديث النبي. بالنسبة لنا هذه عقيدتنا لا تتغير. فسؤالنا ماذا فعل أهل البيت ونحن اقتفينا آثارهم؟ 3 أمور منصوص عليها ونريد نتحدث عنها من الآن للصبح نقدر، لكن نحن نأخذ رؤوس أقلام فقط. ما هي الأمور التي فعلها؟ فعلوها، طبقوها، وأمروا شيعتهم أن يفعلوها ويطبقوها. ما هي اختصارا؟ أولا أقاموا المآتم. كلكم الآن تعرفون أحسن مني. لمن أقول أقام المآتم مولانا من اللي أقام مآتم على الحسين؟ كلهم. زين العابدين أقام مآتم، السيدة زينب أقامت مآتم، أم سلمة، أم البنين، فور رجوع. بل المآتم حتى على أحلاس أقطاب المطايا، حتى في خريبة الشام، حتى في خريبة الكوفة، حتى في مجلس يزيد قلبت الرأي العام عاليا أسفلا، لأن بينت زيغ بني أمية. هذا مأتم على الحسين، بيان مظلومية الحسين. كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا يرحض عنك عارها. وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا فند إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. الأئمة قاطبة، أحاديث هذا تاريخ. الباقر الصادق، المآتم في رمتها في زمن الصادق لأن أتيحت له فرصة أكثر. الرضا الكاظم، وحتى إمام زمانكم حتى المعزى يحضر المآتم. سيد الطباطبائي بحر العلوم قيل التقى بالإمام 8 مرات، وفي إحداها يسأل هل رأيت الإمام؟ قال كيف لم أرى الإمام وهو ضمني إلى صدره. الإمام ضمني إلى صدره، كيف تسألني رأيت الإمام أو لا؟ يقول ذات مرة شاف عزاء في كربلاء الناس تلطم على رؤوسها، فنزع العمامة وصار يركض وياهم ويلطم على صدره. رجاله وياه قالوا سيدنا هذا ما يلازم، ما يلائم، انت مرجع، انت عالم، هكذا تلطم على صدرك تركض مع الناس. قال لا تلوموني فإني رأيت صاحب الزمان يلطم مع اللاطمين ويبكي مع الباكين. فكر انت، أهل البيت يدعون بشيء ولا يفعلوه، فسنوا المآتم. وإذا المآتم في كل مكان يأتوا بناعي. تخيل ناعي مثلي أنا، ناعي صغير، أصعد على منبر وإمام جالس يسمعني. يصير واحد يصعد منبر وإمام موجود، هذا اللي صعد المنبر ايش يفعل أمام الإمام؟ ولكن يخشى على الإمام إذا نعى الناعي، مثل دعبل الخزاعي اللي قرأت لكم أول أبيات قصيدته، بعض منها: أفاطم له خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، أغشي على الإمام الرضا. وتوقف دعبل وأعاد 3 مرات، قالوا يغشى على الإمام. ناعي راثي، هذه مآتم على الحسين. زين، سامعين أنتم كثير من الخطباء قضية الإمام الصادق، يعني كثير يشكل شلون الخطباء يقولوا النبي يحضر، الزهراء تحضر من أجل يزيلوا دمعتنا فقط؟ لا، روايات حقة مؤكدة. يا فلان أين كنت الليلة البارحة؟ الصادق يسأل، قال كنت مشغول. قال اخبرني. قال حضرت مأتما لجدك الحسين. أرخى الإمام رأسه ثم رفع رأسه، وهكذا شكر الإمام لكم إخواني أخواتي. شكر الله سعيك يا فلان لحضورك لمأتم جدي الحسين. قال أسألك، سني،
قال في خروجك من المأتم هل تعثرت بشيء؟ هذه أول مرة تسمع القصة؟ عشرات. ليش تبكي؟ لأن يمثل لك عظمة مآتم الحسين. قال كان رجل لعله جالس أو ثوب تعثرت. قال لا. هل حققت النظر؟ قال لا. قال ذاك أنا كنت حاضر معكم. صادق مو إمام؟ أي حبيبي، صادق مو إمام على زمنه؟ الشيبة هذا اللي ملأ الدنيا معارف، هالعبقري هذا يتصاغر يقعد على باب الماتم؟ من هذه استدل العلماء على وجود وحضور الأئمة في مآتمنا. فقال ذاك أنا. هذا الرجل استغرب. الآن فضيلة الشيخ جالس، هذا لطف منه، أستاذنا هذا فضيلة الخطيب حفظه الله، يحضر لي يستمع لمن هو أقل منه قدرا. هذا تواضع العلماء، هكذا علمونا أهل البيت ولا. فأنت تجلس هنا، مكانك في صدر المجلس. لو أنا أقرأ الآن وأنا لا شيء، وأشوف واحد من السادة جاي ويجلس على الباب، والله ما أقرأ، والله ما أقرأ وما أقبل أقرأ. سيدنا تجلس على الباب، أنا أجلس على الباب، أنت على المنبر، أنت في صدر المجلس. أي واحد من المؤمنين يقوم ويجلس، ما نقبل. نحن نكرم علماءنا وسادتنا. فإمام الكون الإمام الصادق يجلس على الباب، شلون؟ ليش؟ الجواب معروف، لأني رأيت جدي رسول الله يحضر المأتم وجدي أمير المؤمنين. أقول الثالثة، وأمي فاطمة الزهراء. يا أختي يا عزيزتي يلي جاية تعزي، أخاف مشغولة بالجوال الموبايل، أخاف جاية ما ملتفتة وين أنت جالسة، أخاف ما ملتفتة من نعزي نحن هذه الليالي، أخاف جاية للماتم ومشغولة بالحكي والسوالف. ممكن تقولي هذا الخطيب ما أستفيد منه شيء. من أجل خاطر الزهراء أن تحضري بقلب وقالب وبروح وبتفاعل، وإن شاء الله هاي الدمعة مدخورة لنا رجالا ونساء، فيحضرون ويأمروا شيعتهم بالحضور، ينفذون. هذا أمر أول. مآتم في كل مكان، تجاوبت الدنيا عليك مآتما. أجبنا على هذا السؤال. بعد شنو عندهم فريضة ثانية؟ مآتم وبكاء على الحسين، حزن وبكاء. يلي تسايلني تحفظون عليه من تهمل العين، كل البكا والنوح والحسن. ما انتهى مجلسي، بس أقول لك واحد يستغرب، انت عليه من تبكي؟ 1370 سنة يقول لك الخطيب، انتهى كل شيء. كل البكا والنوح والحسرة، حبه بقلبي وتظهر بصبر، دموعي مجبول في حبه ولا أشوفه طاعي. يا ليت قبل ضلوع إن رضيت ضلوعي. أنا ما انتهيت، أنا بس أريدك تصخن وياي. حسين حسين يا، ومن دون خدك تربت مني الخدين. أرجو اللي يحفظ يقرأ وياي، أرجوكم تسجل أساميكم كلكم خطباء. يقول ما أقدر أتصور حجر صك ضرت جبينا. هلا بي حسين حسين يا هني الله، وسهمي المثلث فتتك والله يعينك. نكسر رؤوسكم شوية. قاسي قاسي وظالم لجل خاتم قطع خنصور يمين. حسين عافية عافية حسين. وشالوا يا ويلي الراس على روس السمغرية. أنا أقرأ لك أنا أبين لك من أجل لا تقعد ما متألمها. يقول من أذكرك يا سيدي جثة بلا راس. هلا بي حسين يا. أقول هالكلمة ما تزعلون علي، ترى مو مني،
وصدرك ب10 خيول فوق الثرى ينداس، ينخمد قلبي وتنطفي مني الأنفاس. إذا أنا هالشكل إيش حال أمك فاطمة المظلومة يا حسين يا بعد أريد أقرأ لك بيت من أجل أبين لك بعض الأمور. يقول أنت يخلونك مرمي فوق الرمال وصدرك يدوس الشمر مولاي بين حسين أخاف ما متأثر يا مو ليلة تهيئة، ليلة شنو؟ احنا مو تهيئة للبكاء والحزن، هاي التهيئة ها. وراسك يقطعونه ويشيلونه فوق عالسال، و10 خيول ترض الصدر يا حسين. فجاي الماتم مستحيل، أخاف مدير مال المؤسسة، أخاف رئيس، أخاف عندك أموال كثيرة، الله يهنيك برئاسة بمالك بشأنك، ولكن والله الشرف كل الشرف بالبكاء على الحسين، لأن أشرف الخلق بكوا على الحسين وهو رسول الله أمير المؤمنين. فاطمة الأئمة تريد حكي عنهم لو من عندي؟ لا مو من عندي، من عندهم. يقول الإمام الصادق إليكم عندي حديث عن كربلاء، سمعت؟ عندي حديث عن كربلاء لولا خوفي عليكم أن تموتوا لذكرته. شنو هذا الحديث؟ قال إنه والله يشق القلوب شقا. إمام يقول هالحكي بعد سمعت من بعض الخطباء الكبار يوم أمس، أنقلها لكم مثل ما سمعتها. يقرأ من ورقة حديث معتبر أنا الأخصر، يقول هناك تفاعل مع الحسين منسي عند شيعته، لأن الجزع مكروه بل يصل إلى الحرام على غير الحسين. تمسك الجيب، تخمش الخد، تشق مثلا كذا، هذا جزع يسمى. على الحسين لا، ابتش ما تريد، تلطمش ما تريد، هذا مو جزع يسموه مكروه، هذا مستحب تلطم وتبكي وتمزق وكل شيء تسوي على الحسين على أهل البيت. يقول هاي الشيء منسي عن شيعتنا. يقول الإمام شنو بعد؟ نبكي نلطم نخمش. قال لماذا النساء لا تشق جيوبها على جدي الحسين؟ ما يسوونه، ليش ما يمزقوا جيوبهم؟ لماذا لا يشقوا ثيابهم؟ فعلى الحسين فلتندب النادبات وتشق الجيوب وتخمش الوجوه، ورحم الله من نادى وحسينا. يعني أريد هيك للحسين ومصيبة الحسين. أهل البيت أمروا وطبقوا وفعلوا. يلا اسمع الحديث هذه. إن يوم الحسين تحفظ أقرح جفوننا لما تقول الجفن تقرح، غير اكو ادمان في البكاء، يتقرح شلون يصير في قرح وجرح، يطلع منه دم، يعني اكو افراط في البكاء. هذا الامام يقول واسبل دموعنا واذل عزيزنا واورثنا البلاء في ارض كرب وبلاء الى يوم الانقضاء. اعذروني اقرا لكم هذا الحديث اللي سامعينه مئات المرات، لكن اريد اركز عليه، ارجوك تقرا وياي. يا ابن شبيب
إن كنت باك لشيء فابكي. ليش كلنا نحصل اللوم إخواني وسؤال علي؟ أنتم هم ساعدوني بالكلمة الثانية، لأن أنا ما أقدر أقولها، لكن لو مو عن إمام ما أقولها، لكن عن إمام أقولها. فإنه ذبح كما كما تذبح الشاة. بتأمل هالكلمة هاي، تذبح الشاة، ذابح الشاة ما يتأثر لذبحها، يتأثر القصار ويضحك بعد. الدم لما يتطشر ما يهمه، ثوبه يغيرها. الناس اللي حواليه أحد يتألم؟ ما يتألم. ترفس برجليها، أحد يصيب رحمة عليها؟ أبدا. ينتظرون أكل لحمها وسلخها. يا لا، يقول قتل الحسين مثل قتل الشاة. مثل هالأمور دباعة ما يهتم، ما يهمه، يفحص برجله، يصيح أنا عطشان ما يسقي ماي. أنا بين ويا أخته تشوفه تقول له يا خايب خلي أخويا عصيم ساعة وخلي يرد ماي، يوكزها بالسيف فتقع مغشيا عليها. بعض الشباب وصاني أقرأ بعض الأبيات، أقرأ لكم بحريني ومن عندي من أجل هذه قراءتي. أقرأ لنا بعد هاي نطارك أنت. أنا أقول حاضر، ما خدمت أنا بس أبين لك. الحسين يذبح لكن عيونه على زينب، عيونه على زينب. شو يقول لها؟ أقرأ لك. ليش جاتي خويا يا روح الزكية، ليش جاتي زدتي احزاني علي. البيت الثاني مشكي. ليش جاتي طولك تشوفه أمية، ليش جاتي وين خليتي رقية. أعيد لك وأزيدك. تجاوبني، تقرأ وياي. ليش جدي خويا يا روح الزكية، ليش جيتي زدتي عافية، ليش جدي طولك تشوفه أمية، ليش جيتي وين خليتي رقية. ليش جيتي، ليش جيتي، اقرأ وين خليتي رقية. بعد عندي أقسى منها. اعذريني جثتي فوق الترايب، اعذريني كبد من العطش ذايب. يلا نسواننا شقوا الجيب على هالبيت، شقوا الجيب. شو تقول؟ شو يقول الإمام؟ اعذريني يعينك الله على المصايب، اعذريني يصير اسمك خارجية. هذا البيت ما يألم. بعد الهاشمية كان يسموني العزيزة الهاشمية، واليوم يسموني الغريبة الخارجية. أريد أقرأ لك بيت وتخاطب الشمر. شنو تقول له؟ ون يا خايب لا تقطع الرأس. ون يعني واني، ون لمن ما يبطل حسين، ون يظل مرمي على التربان، وانا اروح ميسر
ويعلو جمية أي روح من السراء ويعلو أي جمية. يقول في التاريخ مر النبي على بيت علي وفاطمة مع أصحاب، فلما وصل إلى الباب سمع صوت طفل صغير ينادي أم فاطمة أنا عطشان، وإذا هو صوت الحسين. ترك النبي أصحابه دخل على البيت فأخذ الحسين ورفعه على صدره وقال بني فاطمة بني اسقيه، أنا لا أتحمل أسمع الحسين ينادي أنا عطشان، أين أنت يا رسول الله؟ لتراه يبحث برجله ينادي أقتل ظمآنا وجدي محمد المصطفى. أخذ القدح بإيده من الزهراء صار يشرب الحسين ماء ويقول اشرب يا بني اشرب يا بني ما لي وليزيد بن معاوية. وكلامه طويل. هاي مرة تاريخ مرة ثانية دخل النبي على بيت فاطمة، أولاده متجمعين، علي فاطمة زينب أم كلثوم، أخذ زاوية يصلي، سجد بلل الأرض بدموع عينه، رفع ما يبكيك يا جد؟ قال كيف لا أبكي وأنا أراكم صرعى وقبوركم شتى. يا أبا عبد الله أنت تقتل مظلوما، يا أبا محمد تقتل مظلوما، يا أمير المؤمنين تقتل مظلوما، يا زهراء أنت مظلومة. وصار يبين. قال أبا، قالت أبا يقتل ولدي الحسين؟ أكو أكثر من رواية، أكثر من حدث. قال بلى يا بني تقتله البيئة الباغية كذا كذا كذا. قالت في وقت أنا حاضرة؟ قال لا. علي حاضر؟ لا اسمع خذها شرف من النبي. أنا حاضرة؟ علي أنت؟ أبدا. الحسن أكيد حاضر. لا، في وقت يخلو مني ومنك ومن أبي ومن أخيه. اسمع السؤال وافهم الجواب. إذا من يبكي عليه؟ منو يبكي على الحسين؟ قال يخلق الله له شيعة يجددون به العهد عاما بعد عام. هذا الشيعة شنو صفتهم؟ يقول حتى الطفل من عندهم يحزن على مصيبته وانا يكون اصير الام شفيع كل من بكى الحسين اعرفه هناك من اسمه. يقول بيوم الحشور شيعتنا واجبنا ندجيهم، يا الزهرة وابن حسين يحضرهم بلا راس ويناديهم، يصيح انا اللي ندرتونه وشافه يكون يشجيهم يشوفونه بلا يا راس. ليش ما سمعت تصيح وحسين؟ بعد أريد أجرح قلبك، عندي 3 دقائق أريد أجرح قلبك أكثر. صار النبي لاعب الحسن والحسين، الحسن قبله يخلي على الأرض، قام النبي استلقى على ظهره يلعب الحسن خلاه. أبا عبد الله تعال. إجا الحسين فرقى على صدر النبي برجليه، فلما انوطأ صدر النبي جلس النبي وحضن الحسين صاح ولدا. ما بيش الحسين، ما متعور، ما مدمي، ما متألم، إذا تركض أم الحسن. أبا ما بال الحسين. قال ذكرني بما يجري عليه في كربلاء يوم يصعد شمر على صدره. يومان اجي شاعر يصور الحادثة، يومان لم ترد الأيام مثلهما، يوم أسار ويوم زادني أرقا، يوم حسين رقى صدر النبي به، ويوم شمر على صدر الحسين رقى. صح ونادي حسين
ليش ما اسمع لك؟ عافية عافية حبيبي حسين. إذن أيها المستمع الكريم الحديث طويل حول ذلك، فلما أنا وأنت نسمع كبار الشعراء يقولون يخاطب الإمام المنتظر ماذا يريد، لازم نعزيه. أول ليلة عزينا الزهرة خلنا نعزيه. إن صبرت لوقعة الطفل الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. اقرأ اقرأ أرجوك. حيث الحسين بكربلاء خيل العدا. من يقول كسرت؟ كلكم قلتوا طحنت، كلكم قلتوا طحنت، ليش ما واحد قال ربك كسرت؟ ليش؟ مو غلطاني، هو السيد الحلي اعترضوا عليه يوم اجى يقرأ القصيدة قام له شاعر قال له سيدنا يمكن غلطان، انت عارف اللغة العربية. شنو وجه الانتقاد عنده؟ قال كيف تقول خيل العدا طحنت؟ قال ليش بيها؟ قال سيدنا العظم يكسر ولا يطحن. العظم مو ينكسر، كسر مضاعف غيره، كيف تقول طحنت؟ سكت وبكى لأنه ملتقي بالإمام صاحب الزمان وقارئ عليه القصيدة. أنا ما قلت لك القصة كاملة. قال لي أنت تفهم أكثر أو صاحب الزمان؟ طب أنا ما أعرف شنو صاحب الزمان. قال لي زين أسألك، أبيك تتفاعل وياي في هالكلام، أسألك فأجبني. قال لي تفضل. قال لي السؤال الأول كم خيل وطأت صدر الحسين؟ ها؟ كم؟ قال لي 10. هذا السؤال الأول. قال لي 10 خيول عادية أو بنات أعوجية؟ بنات أعوجية. معنى كثير لبنات الأعوجية، الخيول الأصيلة، الخيول التي لا تمشي مستقيمة. قال لي كم حافر للحصان؟ كل حصان 4 حوافر. كم عدد الحوافر؟ 40 حافر. ما متألم؟ ما متألم؟ اسكت. بعد قال لي أسألك وهل ألبسوها أنعلة الحديد أم لا؟ ألبسوها أنعلة الحديد. سؤال خامس كم وزن الفرس الواحد؟ تعرفون كم؟ 570 كيلو، يعني 5 مرات وزن الرجل، وعليه فرسه احسب 570 في 10 وزيادة 10 رجال، هذه 6. قال لي وهل أحمت حوافرها في البيضاء إلى أن أصبحت كصالية الجمر من الحرارة؟ قال الناس يبكون. قال لي بعد سؤالي الأخير ربوا صدر لا ظهرا؟ ما حد يعرف الجواب. كان مقبوض على وجهه فنزل فرسان فعدلوه على ظهره فوضعت الخيل صدر الحسين. يلا نختم. يقول ركضت من الجيمان 10 وربضت صدره. زينب تعاين كيف تتكسر، مرمي على التربان موزع. اقرأ وياي أرجوك. صاحت يا خيل الأعوجية دستيل بركضك يا مشومة هدمتي سوريا. عافية. مرمي على التربة موزعة وعارية. سكينة سلمي على شيعتي ولكن شوية على قلوبهم. ماذا يا أبتاه لا تخبريهم بالشمار يوم على الصيد. تعب داس ابن عالى ومكن البتة.
شنو جوابك للحسين؟ تعطيني دقيقتين. اكو كلمة لرئيس الماتم راح يلقيها ان شاء الله الاستاذ محفوظ الله يحفظه، كلمة كم دقيقة اسمعوها ان شاء الله. انا بعد اروح عندي مجالس. انت شنو تجاوب الحسين؟ اذا تعبت الله وياك تعطيني دقيقتين ثلاث على راسي. شنو تجاوبه؟ ما اريد احد ساكت. اذا قاعد ومتحملني ما تسكت. للموت ما ننسى الحسين. ليش ما اسمع؟ ها للموت ما عافية عافية عافية. سمعني عشان اقرا لك. سمعني. للموت ما منه ينسى حسين في طف كربلاء، عافر بالرمال ما حد غس، واسو امه بالدموع الهامله. جاوبني واسو وبتشوف بدموع وانين. للموت ما ليش ما اسمح؟ يلا يلا. للموت ما يلا عيني. للموت ما ننسى الحسين. هلا بي. للموت ما خليني اسمعك. للموت جرحه بالدلال ما حد يجبره، واحنا حتى الموت نخدم من برا. واحنا حتى عافية ننصب الماتم عليه بالآخرة. ننصب ما سمع. ايه ننصب الماتم عليه ويصيح كل العالمين. للموت هلا بهالاصوات. للموت ما جاوبني. للموت ما ننسى الحسين. يا هلا بي. للموت بعد هالبيت اسمع. ما إلي قيمة رب دون أنا، ما إلي قيمة رب دون أنا. بالحسينية يا ليت القى الفنا، جثتي براية الحمرا مكفنة. جثتي كررها. جثتي براية الحمرا. أريد منك جواب. جثتي براية. أريد منك جواب هنا. وآخر أنفاسي أنادية. آخر أنفاسي أنادية. حسين للموت. هلا بالأصوات. للموت ما ننسى الحسين. للموت ما ننسى الحسين. على راسي أخليكم، ما قصرتوا، بيض الله وجوهكم دنيا وآخرة. تفضل عينك. ربما أنا ما أقرأ دعاء ولا شيء بعد من أجل. اللهم شافي كل مريض، فك كل أسير، اقض حاجة كل محتاج، وتقبل يا رب من المؤسسين عملهم وسع في أرزاقهم. تفضل عينك. تفضل من أجل لا يتفرق الناس. تفضل.